سيد الرئيس. وبالتالي هذه الحكومه عندها اراده باش تجيب هذا الاصلاح نظام التقاعد كيف ما يكون الحال، ولو ان السيد الرئيس. شكرا. شكرا السيد الرئيس. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. ندى نقطة النظام السيد الرئيس مع الاتحاد. السيد الرئيس السيد الرئيس غادي نعاودوا ناكدوا مرة أخرى الحكومة قادة براسها وكتجاوب على الأسئلة بحدود الإمكانيات ديالها. لا داعي باش أن الإخوة البرلمانيين يقوموا المقام ديالهم ويديروا دورهم الرقابي ويديروا دورهم التشريعي. قلناها مرارا نعاودوا نأكدوها وهناك نزاع. تفضل. انهم كيجاوبوش، وقلت في الاجتماع ديال وصال الفروق على ان لا يمكن باش تسكتونا فيما يخص الموضوع. انا كنتكلم مع الرئاسه وكنتكلم مع الوزيره، لا اتكلم مع البرلماني، وبالتالي كما لكم الحق في الكلام لا الحق في الكلام وما غاديش تعطوا ديال فمي. لا يمكن ما كنجاوبش انا. الحكومه قادره على الجواب. عملاتي الله يجازيكم. انتم الرؤساء كاملين كلهم في نقط نظام. يلا تفضل سيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم، شوف تعهدات الحكومه اللي تديرها وتتقطعها على نفسها، حنا بغينا نسمعوا من عند الحكومه الالتزام ديالها. طبعا نحترم الاخوات والاخوان ومزيان يعبروا على رايهم، ولكن تعهد الحكومه هو ملزم لها. قلنا الله يخليك هذاك الشيء اللي غتقول لنا. شكرا. صافي سيد الرئيس. تفضل سيد الرئيس. السيد الرئيس، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي التعقيب الإضافي يجب أن ينصب عن جواب الحكومة. هذا النظام الداخلي. كون شي واحد من الأغلبية يبغي يهضر ما يمنعو حد، ولكن ما يتكلمش باسم الحكومة. الحكومة مستعدة. شي واحد أرجوك يا سيد الرئيس. شي واحد بغى يتكلم عن الأغلبية ويقول أنها مستعدة لتتفاعل مع مقترحات الحكومة كنقبلوه. أما شي واحد اللي يجي يتكلم باسم الحكومة لا، وخص يجب التعقيب أن ينصب على جواب الحكومة. هذا هو النظام الداخلي. حنا ما على حد، فلذلك أرجو منا أننا كاملين بالمزايا. تقيدوا بها، وإذا تقيدنا بها ما تكونش مزايدات. شكرا. إذا نمر تعقيب إضافي. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، مرة أخرى كنشوفوا وجه من أوجه مؤسسة الحوار الاجتماعي. لا سيدة النائبة الله يجازيكم. تفضلي يا سيدة الرئيس. كيف ما قلت السيد الرئيس، من مرة أخرى كنشوفوا وجه من أوجه مؤسسة الحوار الاجتماعي. اليوم تنشوفوا حكومة مواطنة وطنية قادرة على اتخاذ قرارات مؤلمة وخا يكون عندها كلفة سياسية اللي هي ثقيلة. فبالتالي اليوم السيدة الوزيرة تنطلبوا منكم تواصلوا هذا الإصلاح، لأن حنا واعيين وانتم واعيين أكثر منا أظن بأن الإشكال الحقيقي ونقرا الجميع الحقيقي هو الناس اللي خدمت 30 عام و40 عام ما تلقاش ما تخلص في التقاعد. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة للتفاعل مع التعقيبات عندكم الوقت. شكرا السيدات والساده النواب المحترمون. اولا هذا الملف هو ماشي غير ملف تقني بما قدروه، هو ملف نقولوا اجتماعي. والتزمت حدا مجلسكم الموقر بان غادي نتكلفوا بهذا الملف، وكنعاود نجدد الالتزام باش نشتغلوا معكم. سمعنا في الحوار الاجتماعي كذلك في ابريل 2024 انكم اتفقنا مع الشركاء حتى هما ندخلوا في هذا الملف ونجيو. قلنا بان غنجيو في اكتوبر. يمكن اول مره شي موضوع تاخذ، ماشي باقي ما تسالاش اكتوبر على اي تنقولوا وعدتوا باكتوبر. حنا باقي في اكتوبر، حنا مأخرين بزاف، يمكن نعملوا شي 3 ايام ولا 4 ايام.
نقولوا شحال هذه. اهم حاجه هو ان العرض ديال الحكومه كان لابد ان يكون التحيين ديالو، لان الشركاء طلبوا منا الوقت اللي عطيناهم الدراسات يكون التحيين ديال الارقام. نذكر كذلك بان مع هذا الحوار الاجتماعي كذلك كان الرفع في الاجور، كان عنده وقع كذلك على الصناديق واستدامه ديال الصناديق. من جهه اخرى هذا ماشي الموضوع الاجتماعي الوحيد اللي كنشتغلوا عليه اليوم. هانتوما مازالين غتكلموا على قانون الاضراب، راه نفس الناس اللي كيشاركوا في هذا العمل في هذه الاجتماعات، لا الحكومه لا الاطراف الاخرى. فحنايا مازالين ملتزمين، بغينا هذا الورش ينجح لانه من صالح المتقاعدين اليوم، ولكن اكثر من ذلك للاجيال المقبله، لان على عاتقنا ان ما نخليوش لهم واحد الملف صعيب جدا. شكرا. السؤال الموالي حول إدماج القطاع غير المهيكل للسيدات والسادة النواب المحترمين.